السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديكو، شركة ديزاين. احنا فين؟ احنا في الشيخ زايد، تحديدا الحي الثامن. بنسلم شقة دكتورة رشا. الشقة دي باقة ايه؟ الشقة دي باقة رويال بلس مع اضافات شغل السمارت. هنتكلم على التعديلات المعمارية وهنتكلم على توزيعة الفرش، بس قبل ما اتكلم عن الحاجات دي كلها كان العميل طالب في الريسبشن النيو كلاسيك مع اضافات ديكورات كتير. طب احنا استخدمنا الديكورات دي، استخدمناها بشكل هادي وسيمبل بحيث ان هي ما تبقاش تو ماتش. طب هنتكلم على توزيعه الريسبشن بالكامل. على الرغم من مساحه الريسبشن دي صغيره، احنا قسمناها ل4 زون. ناخد اول زون. معانا هنا الليفنج، معانا قصادها الناحيه الثانيه بديل حجر مع خشب طبيعي رامي اضاءه اندايركت. بالمناسبه تحت بديل الحجر ده فيه هنا مكان لتاسيس التكييف ومكان للتلفزيون. هو ما جابوش التكييف فاحنا مقفلين عليه وعادي يركب، ما فيهوش مشكله. طيب الناحيه الثانيه رادت برضه ببديل خشب باضاءه اندايركت. الزونه دي متحدده فوق ببانوه جبسن بورد بسبوت لايت. طيب الخامه المستخدمه في الارضيه ايه؟ الخامه المستخدمه في الارضيه دي خامه اسمها انوشكاتا مع كافي براون، واخدين القنار محدد كل زونه. لو لاحظتوا ان احنا في الرخام كله اوبن بوك بحيث ان هو مكمل التاني مع بعضه. هنخش بعد كده. كان معانا في الريسبشن ده عواميد موجوده هنا، استغلينا العمود بخشب مع برضه بي في سي. معانا برضه الناحيه الثانيه هنا معانا الانتريه والاثنين فوتيه مع مكتبه التلفزيون معاها اضاءه اندايركت والمكتبه، وعاملين دي فاضيه بحيث ان احنا مقسمين هنا للساوند سيستم والدي في ار للكاميرات. هنتكلم حاجه في حته مهمه جدا في موضوع الرخام، ان الرخام ده متقطع قطعيات كبيره بحيث ان اللحامات ما تبانش. حتى قطعيات اللحام مش باين فيها اللحامات، حتى تقسيمه القنوات ماشيه ما فيهاش الملي. نخش بعد كده على الزونه الثالثه. الزونه الثالثه هي السفره، موجوده هنا في الزونه دي برضو متحدده فوق في السقف بالسبوت لايت والليد بروفايل. طيب انا الاناره دي كلها اما اخش بشغلها بزرار واحد؟ لا، كل زونه ليها ثلاثة خط. ان هو 3 بضغط واحد يزيد السبوت لايت، بضغط 2 يعمل الماجنتيك. طب هنتكلم في حاجه مهمه في الشقه دي. احنا استخدمنا السمارت في منه نوعين، في نوع الوايرلس وفي نوع الوايرد. الوايرلس ده احنا ممكن نستخدمه بعد تشطيب الشقه، بنحط سنسور بعد الفيش الكهرباء. انما اللي احنا مستخدمينه في الشقه هنا تاسيس نظام الوايرد، بناسس كابلات الكات 6 رايحه للوحه السمارت، يبقى المنظومه بالكامل داخل بيتنا. طب بنتحكم ازاي في الاضاءه اللي موجوده في الريسبشن؟ نتحكم عن طريق 3 حاجات. اول حاجه الموبايل ابلكيشن، سواء انا موجود في الشقه او سواء انا موجود بره الشقه. تاني حاجه بتحكم عن طريق الشاشه اللي موجوده في الريسبشن. جيب اللايتنج، اتحكم في اي زونه انا محتاجها، اقفل افتح، بتحكم في الريسبشن عن طريق الشاشه. طب يا باشمهندس انا عايز اتحكم مانوال، برضه بنتحكم مانوال عن طريق الزراير المانوال. هنا بقفل كل الريسبشن مره واحده، هنا الزونه الثانيه، هنا الزونه الثالثه، تحت ده كل زونه على حده. طيب نخش بعد كده على الكافي كورنر. الكافي كورنر ده بالمناسبه كان معايا هنا تعديل معماري، ان الحمام الضيوف مفتوح لهنا ومفتوح على الريسبشن. احنا خلقنا الجزء ده عشان نعمل الزونه الرابعه اللي قلت لحضراتكم عليها بخامه جرانيت جالاكسي معموله على شاسيه حديد، وعملنا هنا البار ومعانا سلك مأسسينه وبرضه الماجنتيك موجود. نخش بعد كده على بديل الحجر. انا كنت محتاج اعمل التكتشر ده في بديل الحجر، هو نفس لون الدهان، بحيث ان الاضاءه اندايركت ترمي اضاءه على بديل الحجر تطلع شكلها مناسب. نخش بعد كده برضو معانا نفس العمود البي في سي مع الخشب. نخش فتحنا الباب المصفح. الباب ده باب بارز تصفيح كامل. نخش على يمنا لوحه السمارت، وعلى برضو اللوحه هنا اللوحه الرئيسيه بتاعتنا. طب اللوحه الرئيسيه بتاعتنا لو خدتوا بالكم ان احنا مستخدمين قاطع حمايه والسويتش جارد. قطع الحمايه ده احنا بنستخدمه حاجه مهمه جدا، يحمي ابنائنا ويحمينا لو لا قدر الله حصل تسريب كهرباء او حد اتكهرب مش بيلحق يكهرب، هو اوتوماتيك بيفصل مباشره. طب السويتش جارد بيعمل ايه؟ السويتش جارد
لو طبعا بعد انقطاع الكهرباء والمشاكل اللي احنا بنواجهها الاجهزه معظمها بتضرب، ده احنا بنحدد الفولتج من 170 ل 220 على حسب الفولتج الاجهزه اللي عندنا، وبرده الامبير برده بيحمي الاجهزه بتاعتنا ان هي ما تضربش، خصوصا الثلاجات، خصوصا التكييفات، خصوصا الشاشات، خصوصا الديب فريزر. فدي حاجات لازم نهتم بيها جدا. نخش بعد كده على حمام الضيوف اللي احنا نقلناه من هنا لهنا. حمام الضيوف ده احنا مستخدمين هنا بورسلين هندي مستورد، مستخدمين الحوض الستاند الون، مستخدمين الخلاط الروكا، معانا الشاشه سوري المرايه الليد تاتش بتاعتنا، الاكسسوارات بالكامل معانا هنا، القعده ديورافيت معانا. خدوا بالكم من التفاصيل دي، المحابس كلها لونها اسود، برضو الوش بتاع الخزان لونه اسود، المحابس هنا لونها اسود. لو خدتوا بالكم ان احنا من الناحيه الثانيه في التعديل المعماري كان العميل طالب شاور روم في حمام الضيوف طبقا لرغبته، عملنا شاور روم بازاز سكريت جرار، معانا هنا خلاط دفن ثنائي، ومعانا الهاند شاور، ومعانا الخوارنقات اللي احنا خدنا بيها اللون الذهبي. طبعا الابواب بالكامل ابواب تركي، وبرضه مش هنسى اقول لكم ان بكامل الشقه كشافات طوارئ في العالي. نطلع بعد كده على المطبخ. طيب احنا دخلنا على المطبخ، هنا كان معايا هنا تعديل معماري قاتل. كان معانا هنا ان حمام الضيوف هنا، وكان ده حمام الرئيسي، فحمام يمين وحمام شمال. ليه؟ احنا رحلنا الحمام دخلناه مكان المطبخ، وجبنا مكان المطبخ في النص. طب انا استفدت منه ايه؟ استفدت منه من الوظيفه الا وهي ان انا اكسس ما بيني وما بين السفره مكان بسيط. تاني حاجه استخدمنا هنا في الطرقه، استخدمنا سنسور بحيث ان اللي داخل السنسور يشتغل على الدلايات او هيشتغل على بيت النور. نخش على المطبخ ده معانا دي خامه HBL، الخامه دي مضاده للخدوش، عليها ضمان 10 سنين. بالمناسبه ده احدى مصانعنا اللي احنا بنشتغل فيها المطابخ والفurniture. استغلينا المطبخ ده لحد السقف بالكامل كمساحه، مكان للفرن، مكان للميكرويف، مكان للبوتاجاز. نتكلم على تفصيله صغيره جدا. بالمناسبه احنا تعاقدنا العميل هنا على الغاز، تفصيله صغيره جدا، مواسير نازله من هنا، تفصيله صغيره جدا نشيلها، اصبح ان مكان المواسير مش باينه ونحطها تاني بنفس الطريقه كده. نيجي بعد كده معانا مكان للحوض، وحدات تخزين. معانا هنا حاطينه مكان العداد، ودايما انا بقول اي حد بيعمل المطبخ بتاعه عداد الغاز حطه فوق البوتاجاز بحيث ان هو ما يستغلش مساحه من مساحات المطبخ. نيجي بعد كده برضو التفصيله الصغيره دي، مواسير الغاز بتاعه السخان احنا حاطين عليها برضو خامه من HBL، والخامه دي برضو تتشال بحيث ان المواسير تكون ظاهره ما فيهاش اي مشاكل. برضو معانا هنا عملنا نيش وحدات برضو بليب بروفايل موجود هنا. وبرضو ما تنسوش موضوع الليد بار التو ليفل والرخامه الكبيره اللي ما فيهاش اي لحمات. نخش بعد كده على الحمام اللي كان مطبخ ونقلناه، نخش نشوفه. دخلنا على الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي احنا مستخدمين بورسلين هندي، نفس البورسلين الهندي عملنا منه الحوض وعملنا منه الستاره والخلاط الساره ديزاين. هنتكلم ليه الحته دي عاليه. اسسنا هنا لمكان الغساله، اصبح ان الحوض معايا مكمل للاخر. شوفوا شكل المرايه الكبير ما شاء الله لحد السقف، بتديك طابع لاكشري ومور حلو. كان معايا هنا عمود عامل لي مشكله كبيره جدا، استغلينا سوينا وحطينا هنا في الخوانقات ليب بروفايل وخوانقات بحيث ان هي تستخدم كشكل ديكوري. برضو نفس القعده ديورافيت. نخش بقى على الكابينه اللي شكلها حلو جدا. كابينه هنا ونظام الخلاط السمارت ال3 مخرج مع الهاند شاور مع المصب من تحت مع الجريلا دي مهمه جدا. وبرده نظام جتات شكلها محترم جدا. واستخدمنا بلاطتين هنا في الحمام الرئيسي، البلاطه السوداء اللي ماشيه ماتشنج مع الخوانقات، والحوض البورسلين مع نفس البلاطه اللي احنا مستخدمينها هنا، شكلها حلو جدا. وبرده كشافات الطوارئ، واللي فوق ده سنسور مع برده الابواب التركي الجاهزه. نطلع بعد كده نشوف الطرقه اللي معمول فيها نفس خامه الرخام. الطرقه بالكامل
هنا بدأنا نخش على نظام هادي وسيمبل. الطرقة بالكامل استخدمنا فيها البانوهات، وطبعا بنستخدم الديفيتر في الطرقه من الاول للاخر، وبرده معانا لوحه الداتا هنا اللي حاطين فيها الراوتر وحاطين فيها كل التفاصيل. نخش على غرفه الولد. غرفه الاولاد. غرفه الاولاد احنا هنا كان معانا تعديل معماري ان احنا رحلنا الحيطه دي كده 80 سم بحيث ان احنا نحط الدولاب بالكامل. طيب كان معانا هنا 2 ولد بنأسس هنا هنا الساوند سيستم، مؤسسين هنا للنور هنا وبرده باريزة الشاحن. معانا سرير 120 سرير 120 وقدامنا الدولاب. معانا هنا تجاليد خشب، ده خشب طبيعي مش بديل خشب، وحاطين فوق التكييف مع الليد بروفايل. السقف برضو استخدمنا فيه الماجنتيك والليد بروفايل والسبوت لايت والاضاءه اندايركت. انا بخش كل اللي انا قلته ده بزرار منفصل، 4 خطوط لكل غرفه، وده طبعا بيسبب كوست كبير، بس انا استخدم الاناره اللي انا محتاجها. نخش بعد كده على غرفه البنت. غرفه البنت زي ما انتم شايفين استخدمنا سيراميك الباركيه في الارضيه، برضو نفس البلاطات السري دي ناخد بالنا ان احنا حاطين عليها التكييف، نفس السقف الماجنتيك بالليد بروفايل. المنظومه بالكامل قدامنا هي تلفزيون بالدش بالاتش دي بكل تفاصيلها، وبرضو ما ننساش موضوع كشافات الطوارئ بكامل الغرفه. نخش بعد كده على الغرفه الرئيسيه. دخلنا على الغرفه الرئيسيه، معانا طرقه، معانا هنا 40 سم، هنا يتعمل ممكن رف مع مرايه ومطلعين سلك المرايه بحيث ان هو يخدم على الوظيفه. معايا برضو في السقف 2 ليد بروفايل مع سبوت لايت مع اضاءه اندايركت. نكمل باقي الغرفه. معايا في الغرفه الماستر هنا معايا سرير 180 وكومود والتجليده اللي ورانا دي برضو خشب طبيعي، ده دهان دوكو، وناخد بالنا جدا ان التكييف متاسس فوق التجليده، فاحنا بنعمل التجليده ثم نركب التكييف. في حاجه انا ما قلتهاش برضو في الشقه دي بالكامل، احنا مؤسسين للشطر عن طريق شغل السمارت، ان احنا بنتحكم في الشطر عن طريق السمارت على الموبايل ابلكيشن كده. نفتح السمارت عن طريق الموبايل او نقفله عن طريق الموبايل بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، او برضو عن طريق مانوال، او برضو كده. برضو مستخدمين هنا في الشقه دي سيراميك الباركيه. سيراميك الباركيه شكله حلو ومحترم جدا. وتفصيله مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، السمارت لوك للباب المصفح. السمارت لوك بيستخدم عن طريق الموبايل ابلكيشن او عن طريق الفينجر برينت او عن طريق الباسورد، ان انت تقدر تفتح وتقفل بطريقه سهله ويحمي بيتك. وبرده في كاميرا ان هي تظهر بدل العين السحريه، بتبقى حاجه كويسه ومحترمه. ودي كانت نظره سريعه عن الشقه. انا ما رضيتش اشرح التفاصيل كامله لان الفيديو هيبقى كبير جدا على حضراتكم. لو عجبك الفيديو او عجبك شغلنا اكتب لنا تفاصيل في كومنت، وخدمه العملاء هترد عليك وهتبعت لكم كل التفاصيل واسعار الباقات بتاعتنا. اتمنى ان الشغل ينول اعجابكم. شكرا.